السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أمير القيعي، مؤسس ومالك تطبيق آدو للإعلانات الممولة. من منطلق شعور الواحد باللي كلنا بنحس بيه من ظروف اقتصادية وركود اقتصادي العالم كله بيمر بيه، فده بالتالي محتاج مننا نطور من نفسنا علشان نقدر نواجه المشكلات دي ونحاول نتخطاها. وده مش هيحصل بنفس الطرق التقليدية اللي كنا متربيين وعايشين عليها وبنمارسها في أشغالنا وأعمالنا ومشاريعنا. فبالتالي فكرت إن احنا نبدأ سلسلة توعية بمحتوى عن ريادة الأعمال. طبعا ده المحتوى اللي هنتكلم فيه تفصيلي عامله بالمنظر ده علشان انا في نهايه العرض هسيب المحتوى ده لكل اللي بيشوف الفيديو مهتم بيه، سيبوا له يعملوا داونلود. فبالتالي ده الفهرس بتاع العرض. طيب انا عملت المحتوى ده كمان علشان انا كنت بدات شركتي الناشئه في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكنت بدات بالفطره ومجرد بس عندي خبره حياتيه بس، لكن ده للاسف كان بدون دراسه ولا فهم خطوات بناء الشركات الناشئه، اخص العماله في مجال التكنولوجيا. طبعا الاخطاء دي كانت مكلفه جدا لحد ما اتعلم، وما زلت بتعلم، بس قررت اني احاول اساعد غيري من اللي نفسهم يبداوا مشروعات او اللي بالفعل شغالين ان هم يصححوا المسار ويقدروا يواجهوا زي ما وضحت قبل كده الوضع الاقتصادي اللي احنا بنمر بيه. قررت اواجه ده او ان اقدمه بشكل علمي ومبسط وسهل ومترجم عن اهم اساسيات بناء الشركات الناشئه. ريادة الأعمال أو الانتربرينور شيب إنك تبدأ مشروع جديد عشان تقدم خدمة أو تبيع منتج قائم على حل مشكلة، ويفضل إن يكون الحل ده باستخدام التكنولوجيا. طبعا عندنا نوعين من أنواع إنك تفكر تبدأ تحل مشكلة. الأولى بالمعالجة، إنك بالفعل المشروع ده قائم وموجود وفي أكتر من منافس، بس أنت اخترت إنك هتنزل هتطور وتخلق مميزات تنافسية جديدة تخدم بيها أو تقدم بيها خدمات اكتر للعملاء او للمستخدمين وتهتم بيهم اكتر من المنافس. عندنا اقرب مثال ياهو كانت منتشره جدا على مستوى العالم وكانت محرك بحث هايل، بس جوجل بدات كشركه ناشئه تقدم ميزات تنافسيه وبدات تعالج وتهتم اكتر بالعملاء وتعالج مشكلات واخطاء ياهو من التطوير. طيب عندنا النوع الثاني الابتكار والابداع، انك بالفعل تبتكر حاجه جديده. يعني كان ظهر فيسبوك ويوتيوب وواتساب كان فكره جديده بتقدم خدمه وبتسهل على الناس حياتها، فبالتالي حققت انتشار ونجاح قوي. هو اي حد يقدر يبقى رائد اعمال؟ للاسف لا، لازم يكون عنده السمات والمهارات الشخصيه دي، واولها القدره على المخاطره المحسوبه. في مثال انجليزي بيقول stay hungry stay full. stay hungry دي اللي هي انت جعان للنجاح، stay full اللي هو خليك غبي في اتخاذ القرارات بس المحسوبه، يعني انك تجازف وتغامر بانك تعمل فكره جديده محدش شايفها غيرك. دي مخاطره بس محسوبه، لان انت الوحيد اللي شايف الرؤيه دي جواك، شايف ده ممكن ينجح ازاي. عزيمه واصرار وصبر ومثابره، لان مفيش حاجه سهله. النجاح مش بيجي ان احنا نتكل على زرار خلاص ابقى نجاح. حتى النجاح المزعوم بالنسبه للترندات اللي موجوده حاليا على السوشيال ميديا، يعني راجع كده بالذاكره اخر السنه اللي فاتت الترندات اللي حصلت فيها وايه كان مصير اصحابها. انما رياده الاعمال بتعلمك ازاي تبني ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، علشان توصل لنجاح حقيقي مبني على قواعد ثابته وعلى مستخدمين وعلى مشروع بالفعل بيقدر يحفز نفسه مش بيحبط بسهوله. يعني ايه بيقدر يحفز نفسه مش بيحبط بسهوله؟ يعني كتير جدا هتلاقي اللي حواليك بيحبوك بالفعل، بس من خوفهم عليك ومن عدم رؤيتهم للرؤيه اللي جواك وتعطشك للنجاح بيبقى من خوف عليك بيقول لك لا ما تغامرش، لا كده خطر، لا. وزائد انا كمان لو مريت باي ظروف صعبه او فشل في تجربه مش بتحبط بسهوله، بتقدر تتعلم من اخطائك، تقدر تقف على رجلك من اول وجديد وتبدا تطور من مهاراتك تاني. رؤيه قويه وتفكير استراتيجي. يعني ايه رؤيه قويه؟ يعني واصل جدا من اللي بيعمله، وتفكير استراتيجي يعني بيقدر يحط خطوات صغيره جنب بعض لحد ما يقدر يحقق الرؤيه بتاعت هدف ورا هدف ورا هدف كلها في سلسله مترابطه، بحيث ان هو في النهايه يقدر يوصله للرؤيه بتاعته ان هو يحقق. عاديه بتركز على فهم العملاء بالبلدي كده بمنتهى البساطه. لما بتفكر في الربح من العميل بس بتبقى المره، انما لما بتفكر انك ازاي تجتذب العميل نفسه تكسب منه مرات كتير جدا. التفكير الابتكاري انك دايما تشوف من كل مشكله فرصه، ما تفكرش زي بقيه الناس. حتى ربنا قال لنا ولكن اكثر الناس لا يفقهون لا يعلمون. فانت
تحاول تكون من القليل اللي هو بيقدر يفكر في الامور بشكل مختلف. مش هقول بقى بره الصندوق، ممكن تكون الحلول من جوه الصندوق والسهل الممتنع بمنتهى البساطه، بس محتاجه منك انك يعني تفكر بابداع. انا هكسب من ده ازاي؟ انك تشوف هتخدمهم ازاي وتسهل حياتهم ازاي وتحل لهم المشكله بشكل طبعا يتناسب مع التسارع للتطور التكنولوجي اللي احنا فيه، ويكون الموضوع متقدم كحل بشكل تكنولوجي، هنقول بشكل موقع او تطبيق يسهل عليهم الامور ويحل المشكله. شخصيه قويه وقياديه وبيقدر ياخد قرار مدروس ويتحمل النتائج. نقطه تحمل النتائج دي منتهى الاهميه، انك تكون على قدر من تحمل المسؤوليه، انك لما تاخد قرار تقدر تتحمل نتائجه، وحتى لو النتائج دي ادت لفشل نتيجه ان ما كانش مدروس بالشكل الكافي، انك تتخطى المرحله دي وتطور من نفسك تاني. بتقدر تكتسب مهارات في الاداره الماليه والتسويق والتواصل والمبيعات، لانها بالفعل المهارات دي تحديدا بتنفع في كل المجالات، حتى لو على مستوى انك دكتور مهندس، مش بس لاصحاب المشاريع الناشئه والشركات، بالعكس ده لكل المجالات بتحتاج المهارات دي. ان يكون عندك ثقافه ماليه واداره ماليه جيده، انك تقدر تسوق مهاراتك او مشروعك او منتجك او خدماتك، والتواصل والمبيعات منتهى الاهميه علشان تقدر تبني شبكه علاقات، يمتلك شخصيه مرنه قادره على التكيف مع اي تغيرات. يعني ايه شخصيه مرنه؟ شخصيه مرنه دي احنا الناس لما بتواجه مشكله بتتوقف عندها وتعتبرها حاجه كبيره ومشكله ضخمه، انما رائد الاعمال لا. رائد الاعمال بكل مرونه بيقدر يتكيف ويتاقلم مع اي ظروف، ويقدر كمان يشوف منها فرص ان هو يتخطاها بنجاح ويحقق منها مكسب. ايه اهميه ان احنا نتعلم اصلا رياده الاعمال؟ فرصه للحريه الماليه. طبعا كلنا في ظل الظروف الاقتصاديه دي بنواجه مشكلات في الانفاق وفي مشاريعنا وفي شغلنا، فبتبقى شويه يعني مقتصد. انما الحريه الماليه هي اللي تقدر تخليني لو تعبت اروح عند احسن دكتور، عايز اغير جو اقدر اسافر في اي مكان في اي وقت. كلنا طبعا بنتمنى وبنطمح ليها، بس طبعا زي ما بقول باكد ان مفيش حاجه سهله. كل حاجه محتاجه ان احنا نخطط ونثابر ونبذل مجهود وتعمل بنجاحك وحلمك ومشروعك علشان تحقق الامن المالي. بتبني مهاراتك زي القياده وحل المشكلات والتفكير النقدي والاداره الماليه والتسويق والتواصل بالمبيعات. انت لما بتخوض في تجربه بناء شركه ناشئه وعايز تنجح، فده بيحتاج منك انك لازم تطور من مهاراتك، مهم جدا وهينفعك في مجالات كتير في حياتك سواء الشخصيه او المهنيه. بتتحكم في حياتك المهنيه عكس الموظف تماما. الموظف هنضرب مثال المنبه الصبح، انت كموظف لازم تقوم مع المنبه، انما كرائد اعمال وصاحب شركه ناشئه بتقدر شويه تتحكم في حياتك، تقدر تاخد اجازه في الوقت اللي انت فعلا محتاج فيه اجازه، مفيش اضطرار الا اذا كانت الخطوات اللي انت بتعملها ضروريه، وانت ساعتها تعمل ده بحب اصلا. المرونه في التعامل زي ما قلنا كده في السمات او المهارات الشخصيه لرائد الاعمال، انك بتكتسب كمان المرونه، مش بس بتكون في شخصيتك، مع الوقت بتكون اشطر في التعامل مع المواقف ومع الاشخاص، بتشجعك اكتر على الابتكار. لازم دايما علشان تبني شركتك الناشئه لازم دايما تطور ولازم تدور على الجديد، فده غالبا بينعكس على طريقه تفكيرك عموما. وعلشان تفضل عندك مميزات تنافسيه لازم دايما بتدور على الجديد، فده بيساعدك انك تطور من مهاراتك الشخصيه وانك تبقى شخص مبتكر. نمو شخصيتك، طبعا المرور بالتجارب هتخليك تتعرف على نفسك اكتر وقدراتك الحقيقيه بشكل واضح وحقيقي، بتخليك قادر على حل المشكلات وشخصيه قياديه وليك تاثير. النهارده رياده الاعمال بقت واحده من اهم المحركات الرئيسيه للنمو الاقتصادي على مستوى العالم، وهنضرب امثله سواء في امريكا زي وادي السيليكون بقى من اهم المناطق المصدره للاعمال والمشاريع، زي فيسبوك جاي لنا من وادي السيليكون، زي جوجل، واتساب، زي كل الشركات دي مصدر من المنطقه دي. فده طبعا بينعكس على الاقتصاد الامريكي، وبالتالي عندنا مثال الامارات، عندنا مثال السعوديه واخده التوجه ده بقوه. ده السعوديه مؤخرا بتعمل زلاين، مدينه متكامله قايمه على تكنولوجيا. يا ترى مين اللي هيشتغل فيها؟ اللي مستوعب يعني ايه رياده اعمال ويعني ايه تطوير شركات ناشئه، ولا اللي ما يعرفش اي حاجه عن المجال ده؟ بتخلق فرص عمل طبعا لغيرك معاك، دي قيمه مضافه مهمه جدا. ايه الفرق ما بين طريقه تفكير رائد الاعمال والتفكير التقليدي؟ رائد الاعمال بيقدر يخاطر مخاطره محسوبه، التفكير التقليدي بتبقى بتميل اكتر للسلامه والاستقرار، بتخاف تغامر لو الفكره جديده، دايما بتدور على حلول مبتكره وجديده للمشكلات. التفكير التقليدي انت بتدور على الحلول التقليديه، يعني بتشوف ده بيتحل ازاي وتعمل كده على طول. رائد الاعمال مرن قابل للتكيف والتغيير حسب الحاجه والاهتمام بالتطوير. التفكير التقليدي بتميل اكتر للصرامه ومقاومه التطوير والتغيير، بيبني المشروع وعينه على النمو والتوسع في خطته، ودي نقطة منتهى الأهمية. التفكير التقليدي بيبقى بيركز أكتر على الحفاظ على الوضع الحالي، بيركز رائد الأعمال على احتياجات العملاء واكتساب أكبر قدر منهم في عملية صنع القرارات. يعني هو بيأسس أو بيخطط أو بياخد خطوات
بيحط في الاعتبار وفي خطته اكتساب العميل نفسه، انما التفكير التقليدي بيدي الاولويه للربح. ايه الفرق ما بين المشاريع التقليديه والشركات الناشئه؟ المشاريع التقليديه نطاق وميزانيه محدده زي مصنع او محل لبيع منتج او لتقديم خدمه. الشركات الناشئه بتتحمل مسؤوليه اعلى من المخاطره علشان تعمل طفرات في الارباح والقيمه السوقيه. هضرب مثال، عندنا تطبيق فيزيتا، اول ما اشتغلوا في مصر، بداوا بعد كده يتوسعوا ويحصل نمو في دول افريقيه وفي دول في الشرق الاوسط وفي الخليج. طبعا ده بيحتاج انك تطور من التطبيق بما يتناسب مع المناطق اللي احنا بندخلها جديده، فبالتالي ده كمان بينعكس على الارباح من التوسع والنمو ده، بخلاف طبعا المشاريع التقليديه. انت محدد في النطاق، يعني انت لو فتحت مجموعه صيدليات، كل صيدليه تبقى محدده حتى بالنطاق بتاعها، بعكس الشركات الناشئه المعتمده على التكنولوجيا كمان تحديدا. تخصيص الموارد، الميزانيه في الشركات التقليديه محدده وبتحتاج تخصيص دقيق لضمان استمراريه بقاء المحتوى، يعني مش بسهوله تقدر تغير خطتك الماليه في الشركات التقليديه، انما الشركات الناشئه بسهوله جدا بتقدر تغير من 60% تسويق مثلا ل 40% تطوير وتقديم مميزات جديده، لانك تزود نسبه التسويق اعلى. يعني وانت شغال بتقدر في مرونه شويه في تغيير تحمل المخاطر. طبعا المشاريع التقليديه ليها قدره اقل في تحمل المخاطر ومن اهدافها الاستقرار اكتر، انما الشركات الناشئه مرنه سهله تعدل من امكانيه التخطيط للنمو والتوسع من غير محدود، زي اوبر وكريم. هيكل صنع قرار في الشركات المشاريع التقليديه هرم، يعني مجلس الاداره فوق هو اللي بياخد القرار وتحت الادارات المختلفه بتنفذ، انما الشركات الناشئه بتبقى شويه الهيكل الاداري انسيابي واكثر ديمقراطيه، يعني بيبقى فريق العمل كله، مجموعه التسويق بتحط افكارها، مجموعه التطوير بتحط افكارها، لو في مبيعات او في المسؤولين عن قنوات التوزيع بيحطوا افكارهم، فكل ده بيساهم في صنع القرار. الابتكار، المشاريع التقليديه بتشتغل على تنفيذ الخطط والحلول الحاليه فقط، انما الشركات الناشئه الاولويه للابتكار وبتشتغل لتغيير شكل الاسواق الحاليه، زي ما بيتم كده التحول الرقمي، ان احنا نقدم الخدمات بشكل مختلف. طبعا ده بيسهل اكتر على المستخدم او العملاء. السقف الزمني للخطط ليها تاريخ انتهاء محدد في الشركات او المشاريع التقليديه، ليها رؤيه طويله المدى لكن فيها التزام بتاريخ انتهاء محدد، انما السقف الزمني للشركات الناشئه طويل المدى، يعني بتبقى حاطط سقف زمني انك تتخطى بالتوسع والنمو حجم معين ومساحات معينه، شويه بتلاقي فرص انك تقدر تعمل نمو توسع اكبر، فبالتالي السقف الزمني حتى للخطط طويل المدى بس مرن برضه في الشركات الناشئه. ايه اهم المصطلحات اللي مطالب من رائد الاعمال انه يفهمها ويعيها جيدا ويطبقها وهو بيأسس، او سواء انك تكون صاحب مشروع انك تعدل وفقا للمصطلحات والمفاهيم دي. عندنا نموذج العمل او البيزنس موديل. البيزنس موديل هي الفكره للمنتج او الخدمه اللي انت هتقدمها، التكاليف والسوق المستهدف، الطريقه اللي هتولد بيها الايرادات والارباح من نموذج العمل ده، القنوات اللي هتبيع من خلالها. عندنا اول بزنس موديل انك تبيع منتج او خدمه مقابل الدفع بشكل مباشر، اللي هو الشكل التقليدي اللي كلنا عارفينه. الفريميوم موديل انك تقدم منتج او خدمه اساسيه وتوفر معاها مميزات وامكانيات اضافيه مقابل رسوم. عندنا زي سبوتيفاي او لينكد ان، انك بتقدم خدمه اساسيه وتقدر تضيف معاها خدمات مقابل رسوم. سبسكريبشن انك تفرض رسوم مقابل اشتراك على المنتج او الخدمه. عندنا نتفليكس، عشان تقدر تدخل تتفرج على الافلام الجديده اللي على نتفليكس بتضطر انك تدفع. مايكروسوفت اوفيس انك تستخدم الوورد والاكسل والبرامج دي كلها في الشغل بتاعك لازم تدفع رسوم علشان تقدر تاخد الخدمه. عندنا البلاتفورم موديل انك توفر خدمه الربط ما بين البائع والمشتري. عندنا امازون واي باي ومواقع العمل الحر زي خمسات وابورك. المواقع دي بتربط ما بين البائع والمشتري وبتقدر تاخد النسبه على الخدمه دي. عندنا الاكسس موديل انك توفر خدمه زي اداره مشاركه او تاجير الخدمات. عندنا اوبر وكريم او مكاتب مساحات العمل المشترك. اوبر وكريم من اكبر شركات اداره وتاجير سيارات، ولا تمتلك سيارات بالفعل، هي الفكره. نابع من بزنس موديل اللي هو مبني على الاكسس. الفرانشايز عندنا طبعا ماكدونالدز وكنتاكي وشركات الريتيل، الخدمات زي متاجر البيع بالتجزئه اللي هي ريتيل، قايمه على انك تكون صاحب علامه تجاريه وليك الحق في انك تمنحها، زي التوكيلات اللي حوالينا زي ما قلنا ماكدونالدز وكنتاكي، وده بيعمل عائدات مستمره، سواء في البدايه انك تاخد التوكيل ده او الاسم ده،
بتدفع، وثانيا جزء من المبيعات بتاعتك بتبقى للشركه دي اللي هي الام اللي انت واخد منها التوكيل. عندنا الاد فورم، الجوجل وفيسبوك وتويتر ويوتيوب بتقدم لك الخدمه مجاني، بس مقابلها بتاخد بياناتك وبتبيعها الشركات اللي حابه تعلن وتوصل للعميل بشكل مباشر المهتم بالخدمه او المنتج. الهايبر موديل انك تجمع ما بين اكتر بزنس موديل من دول، والمهم انك تكون رائد اعمال قادر يفهم ايه افضل نموذج عمل يتوافق مع اهداف وموارد خطط مشروع. تحليل السوق، ماركت اناليسيس، هي عمليه البحث عن السوق المستهدف بالفكره او المشروع. تحليل وفهم حجم خطوه اساسيه في تطوير خطه العمل. امكانيه النمو والمنافسه في السوق ده هتساعدك على تحديد الفرص والتحديات. أول حاجة بنعملها في تحليل السوق النظرة العامة على الصناعة، تاريخها ووضعها الحالي ومستقبلها. التارجت ماركت، تحديد الشريحة تحديدا اللي هتستهدفها في السوق ده، وده يساعدك كتير في التسويق والاستهداف وفهم السلوك والاحتياجات للشريحة. الماركت سيز، انك تقدر تعرف حجم السوق والطلب على المنتج والخدمة الحالي والمستقبلي. الماركت جروث، تحليل معدل والعوامل لنمو السوق ده او ماشي. يعني انا ممكن ادخل بفكرة السوق، بس للاسف وانا بعمل دراسه تحليل منتج، هنفترض مثلا زي الاله الحاسبه، انا عايز اعمل مصنع للالات الحاسبه. بالفعل في لسه نسبه بتستخدم من الطلاب الاله الحاسبه، بس مع الوقت هتندثر الصناعه دي بالكامل نظرا لظهور السوفت وير، وانها بقت النهارده في التليفونات والكمبيوترات، خلاص ما بقاش في احتياج للماكينه بتاعت الاله الحاسبه. تحديد وتحليل نقاط القوه والضعف للمنافسين حاليا في السوق. يعني المنافس اللي في السوق النهارده ايه اللي بيقدر يقدمه ميزه، وايه اللي العملاء منتظرينه منه وهو ما بيقدموش، وانت تضيفه عندك كقيمه في البيزنس بتاعك. تحليل العميل وتحديد احتياجاته وسلوك الشراء للمنتج او الخدمه. لما بتحدد العميل بتقدر كويس جدا تعرف احتياجاته وتعرف السلوك وتدرسه، وبالتالي تقدر تقدم له التسويق المناسب اللي هيوصل له انك بتقدر تقدم له الخدمه. بتعمل حاجه اسمها تحليل الصوت، وده منتهى الاهميه. تحليل صوت، الاس بتعني السترينث، القوه اللي بتميزك عن الشركات الاخرى. الدبليو الويكنس، نقاط الضعف داخل شركتك والعوامل اللي تاثر على الارباح. الاو الفرص واللي ممكن تستغلها الشركه لتحسين نقاط الضعف وتحولها لمميزات تعمل ارباح. التي التهديدات الخارجيه اللي ممكن تاثر على الشركه زي ظهور منافس جديد. قنوات التوزيع، انا دلوقتي عملت البيزنس موديل وعملت التحليل للسوق، عايز بقى اوصل الخدمه بتاعتي دي او المنتج بتاعي ده للعملاء. فقنوات التوزيع دي اللي بتعرفك ايه افضل طريقه مناسبه توزع بيها المنتج او الخدمه للمستخدم او المعمول. التوزيع المباشر، التوزيع المباشر ان احنا نوزع من خلال موقع الكتروني او من السوشيال ميديا، او تعمل توصيل من الباب للباب، او من خلال المحلات. عندنا التوزيع الغير مباشر عن طريق وسطى زي تجار الجمله او تجار التجزئه او الوكلاء، وده افضل للشركه لما بتحب توصل لسوق كبير من الناحيه الجغرافيه، بيبقى اوفر ليها انك تقلل في هامش الربح عشان التكلفه بتاعت التوزيع بقت اقل. فبالتالي لما بتدي جمله للناس لتجار، ده بيخلي المنتج ينتشر بشكل اكبر. التوزيع الانتقائي، انك توزع عمليه التوزيع نفسها على عدد محدود من الوسط، يعني تدي توكيل، وده ميزته انك بتوازن ما بين انك بتتوسع في التوزيع في النطاق الجغرافي وبتتحكم في جوده التوزيع. التوزيع الحصري، انك تخلي منتجك او خدمتك تتوزع من خلال موزع واحد بتديله الحق الحصري في منطقه جغرافيه معينه، وده ليه ميزه في التحكم وضمان الجوده في التوزيع. التوزيع باكثر من طريقه. مزايا التوسع، ومزيد من العملاء والمرونه للتكيف مع اوضاع السوق واحتياجات العملاء وزياده المبيعات وانتشار العلامه التجاريه. بس ليه عيب معقد وفي صعوبه في ادارته بالنسبه للشركات الناشئه الصغيره، وزياده في التكاليف، وبيتطلب استثمارات اضافيه في التكنولوجيا والموظفين واللوجستيات، وبيحصل بعض الاحيان تضارب لمصالح قنوات التوزيع المختلفه زي التنافس على نفس العميل، وده ممكن يسبب تضارب في التسعير وصعوبه في التحكم في جوده قنوات التوزيع، ممكن تاثر على قيمه العلامه التجاريه وسمعتها اصلا. قنوات التوزيع بتعتمد على طبيعه المنتج او الخدمه والسوق المستهدف واهداف الشركه في التوزيع في التسويق، والتوزيع الانسب والافضل والفعال للوصول لعملاء اكثر وزياده المبيعات وبناء علامه تجاريه قويه. استراتيجيه التسويق، احنا دلوقتي عرفنا نموذج العمل، وعرفنا يعني ايه تحليل سوق، وعرفنا يعني ايه قنوات توزيع. دلوقتي انا عايز اصور المنتج او الخدمه بتاعتي بشكل كويس جدا يحقق لي النجاح.
التكلفة، تكلفة الإنتاج أو تقديم الخدمة. عندي تحديد السعر واللي بيشمل التكاليف المباشرة زي الموارد والعمالة، وغير المباشرة زي المصاريف العامة أو تكاليف التسويق. المصاريف العامة دي عندنا الصيانات، الكهرباء، المواد اللي هتستخدمها في الصناعة محتاجة مثلا صيانة للماكينات، تكاليف ومصاريف عامة. السوق المستهدف من خلال فهم العملاء المستهدفين واستعدادهم للدفع مفتاح تحديد السعر المناسب. يعني انا ممكن ابيع قطعه في سوق مستهدف بالنسبه لي في منطقه، في قريه، بقدمها لهم بسعر، بس نفس السعر ده لو قدمتها في منطقه حضريه شويه في القاهره ممكن العميل ياخد انطباع انها مش ذات جوده، فتضطر ترفع السعر شويه. وبالعكس انك لو بتقدم قيمه بس قدمتها بسعر شويه فيه هامش ربح كبير شويه في منطقه شويه المستوى الدخلي فيها مش قوي، هيحصل خلل، مش هيبقى فيه. انما لو قدرت تفهم السوق المستهدف وفهم العملاء فيه هتقدر تقيم السعر المناسب. تحليل المنافسين، ازاي المنافس ده بيسعر، خطط القوه والضعف عنده ايه في عمليه التسعير. ده مهم جدا علشان بيقدر يخليك تضيف ميزه تنافسيه عندك. طلب السوق، حجم الطلب الاجمالي على المنتج او الخدمه ده ودرجه المنافسه عليه في السعر وفقا للعرض والطلب. دي نقطه منتهى الاهميه برضه في التسعير. هامش الربح، انك تحدد سعر يعمل هامش ربح كافي علشان تقدر تستمر وتعمل نمو متوسع. مراعاة القيمة، انت بتقدم قيمة مميزة جدا وجودة مميزة جدا، فبالتالي لازم ده ليه سعر في التقييم للسعر. مراعاة تكلفة إدارة المبيعات والتسويق، هو مش معقولة أبقى عملت ده بمادة خام وعملت واستخدمت كهرباء واستخدمت تكنولوجيا وبرمجة ووقت ومجهود وتكلفة وكهرباء وأجهزة وما أضيفش كل دي على السعر، وأنسى في الآخر كمان عملية التسويق والتوزيع، ودي تكلفتها مش سهلة، بتبقى كبيرة، لازم تقسم على المنتج أو الخدمة اللي أنا بقدمها. المرونة، يعني ايه مرونة؟ يعني لازم يبقى عندي قابلية لان انا من خلال مثلا المنافسة او العرض والطلب يبقى فيه مرونة في استراتيجية التسعير، ان انا اقدر اتحكم شوية في السعر. استراتيجية المبيعات، خطة للترويج وبيع المنتج او الخدمة. تحديد الاساليب والوسائل والاجراءات للوصول للعملاء المستهدفين. خلق الطلب على المنتج او الخدمة. زيادة ونمو الايرادات. واحد، في استراتيجية المبيعات والتسويق بتحدد العملاء وتفهم احتياجاتهم وسلوكهم الشراء. هتلاحظ ان في كل الخطوات في تحليل السوق، في النموذج العمل، في نقطة تحديد العملاء الشريحة اللي هتستهدفها منتهى الأهمية وبتتكرر كتير. اثنين، بتحدد القيمة والمزايا للمنتج أو الخدمة وازاي هتعرضها ونبرزها بشكل مناسب للعملاء أو للشريحة دي. اختيار افضل وانسب قنوات توزيع للوصول للعملاء، يعني لو انا بقدم منتج لازم يكون موجود حواليه بسهوله يقدر يوصل، مش ابقى انا بعلن عن المنتج بشكل كويس جدا وينزل السوق ما يلاقيهوش. فلازم يكون عندك قنوات توزيع مناسبه تحقق سهوله الوصول للمنتج ده او للخدمه دي. المزيج التسويقي المدروس، يعني ايه مزيج تسويقي؟ يعني بتطور الاساليب التسويقيه زي الاعلان والعلاقات العامه والتسويق بالمناسبات المختلفه وتكون متواجد اون واوف لاين. عمليه المبيعات اصلا قائمه على تحديد العملاء، تقييم احتياجات العميل، تقديم الخدمه او المنتج، ابراز القيمه، معالجه اي مخاوف او اعتراضات عند العميل، اتمام عمليه البيع، بناء علاقه قويه مع العميل في سبيل كسب ثقته ورضاه. مؤشر قياس الاداء، القياس جهود نجاح التسويق والمبيعات. انا دلوقتي بعمل حملات تسويق وبعمل قنوات توزيع ومبيعات، بس عايز اقيس هل ده مؤدي الى النجاح ولا لا. عندنا في قياس الاداء اول حاجه قياس معدل تحويل العملاء المتوقعين الى المبيعات. انا النهارده بعمل تسويق، كام في المية نسبه من التسويق اللي حققته وصلت للعملاء العدد ده اتحول بقى فعلا عميل. التكلفه لكل عميل متوقع، يعني انا النهارده بصرف تسويق 10 قروش، ال10 قروش دول جابوا لي 5 عملاء، معنى كده ان كل عميل هيتكلف عليا 2 قرش. لازم اكون عارف التكلفه دي كويس جدا. المتابعه لعمليه نمو المبيعات والعوائد من تكاليف التسويق، انا اتابع كويس جدا لما اعمل عمليه تسويق المبيعات اللي بتحصل بناء على والعوائد اللي بتحصل على تكاليف التسويق دي. قياس رضاء العملاء ومعدل الاحتفاظ بالعميل. دايما التواصل مع العملاء وتقديم خدمه عملاء مميزه معاهم ده بيدي ثقه، ومعدل الاحتفاظ بالعملاء ده بيقلل تكاليف التسويق فيما بعد. قيمه عمر العميل،
برضه بتدور حول ان انا كلفت تسويق، فكل ما اقدر احافظ على العميل من خلال خدمه عملاء مميزه والحفاظ على مستوى جوده ومستوى تواجد، ومن خلال قنوات توزيع وكل النقط اللي اتكلمنا فيها مأكدين عليها ومراجعينها كويس جدا وبننفذها بشكل كويس وجيد، ده بيدينا قيمه لعمر العميل ان انا اقدر احافظ عليه اطول فتره ممكنه ان هو يتلقى الخدمه او يشتري المنتج بتاعي. تخصيص الميزانيه والموارد اللازمه سواء الموظفين والتكنولوجيا والموارد التسويقيه يدعم استراتيجيه المبيعات والتسويق. الميزه التنافسيه ودي اساس المشروع او البيزنس. ايه المميزات اللي عندك في البيزنس بتاعك اللي هتخليه ينجح؟ عندنا ميزه التكلفه، انك تنتج سلعه او تقدم خدمه بتكلفه اقل من المنافس. ميزه التميز، تقدم منتج او خدمه مميزه قوي مطلوبه بشده من قبل العملاء وانت متفرد بيها. تاثير الشبكه، ان البيزنس بتاعك يمتلك قاعده عملاء كبيره جدا ومخلصين، وده بيجذب عملاء اكتر نتيجه اكتساب الثقه من العملاء الاوائل. ميزه العلامات التجاريه، انك تجتهد وتبني اسم، وبالتالي لما بتدي انطباع ان العلامه التجاريه دي علامه تجاريه معروفه ومحترمه، ده بيدي انطباع بالثقه والولاء اكتر للعملاء، بيجتذب كمان عملاء اكتر. الملكيه الفكريه، انك لو بتعمل اختراع او ابتكار جديد انك تسجله ويبقى عليه حقوق ملكيه فكريه وتبقى انت الوحيد المتميز. ميزه التوزيع، بالمناسبه الملكيه الفكريه انك تقدر تبيع الملكيه الفكريه دي او يستعيروها منك الشركات في الاستخدام بمقابل. ميزه التوزيع، ان البيزنس بتاعك بيتميز بقنوات توزيع قويه جدا، يعني تبقى انت عامل براند وعامل تسويق، تيجي في نقطه المبيعات في خلل في نقطه التوزيع، من ميزه التوزيع دي هيحصل خلل في كل وإهدار في كل اللي انت نفذته في النقاط الثانيه. فبالتالي لو انت عندك شبكه توزيع قويه تقدر توصل بسهوله للعملاء، توصل خدمتك او منتجك، ده بيديك ميزه تنافسيه اللي هي ميزه التوزيع. الابتكار، انك تكون عملت تطوير مستمر للخدمه والمنتج بحيث انك تفضل محافظ على مميزاتك. دلوقتي انت بالفعل بدات بميزه تنافسيه بس مركز على انك دايما ايه الجديد تقدر تضيف ميزه ايه تطور منها، فده بيخلي العملاء اكتر يميلوا لاستخدام منتجك او خدمتك. ميزه الجوده، وهي انك تتفوق في الجوده عن المنافسين، زي استخدام موارد عاليه الجوده، الصرامه في مراقبه الجوده، والاستثمار في البحث والتطوير، وتقديم خدمه عملاء مميزه. وفرات الحجم، هي انخفاض متوسط التكلفه مع زياده حجم الانتاج بيسبب انخفاض لتكاليف الانتاج. ان انا دلوقتي اشتريت جمله كتير جدا من مواد الخام وصنعت بيها عدد كبير جدا، فبالتالي ده هيقلل التكلفه، فده بيخليك تقدر تقدم ميزه تنافسيه في السعر تنعكس على السعر. السياسه الحكوميه، وده طبعا احنا كلنا فاهمينه، الحكومه مثلا بتقدم خدمه الكهرباء والميه، فبالتالي مفيش منافس في امثله زي الحد الادنى من المنتج، وده قاعده اساسيه منتهى الاهميه من رياده الاعمال وبناء الشركات الناشئه. الاصدار المبدئي من منتج اللي فيه مميزات كافيه لارضاء العملاء، اللي هتجرب معاهم وتجمع منهم التعليقات اللي هتساهم في التطوير قبل ما نكلف استثمار وفلوس ووقت ومجهود وموارد في تطوير منتج كامل. ده معناه ايه؟ ان انا لو معايا مبلغ من المال وعايز اروح اعمل مصنع، مش بروح اعمل مصنع بل بالعكس بروح اشتري منتجات مقاربه للي انا عايز انتجه ده، وانزل السوق اكون شبكه علاقات، اعرف مميزات تنافسيه للمنافسين، المميزات التنافسيه اللي ممكن اكتسبها من خلال جمع اراء العملاء، واعرف اقدر اضيف ايه كقيمه العميل ممكن يلاقيها في ميزه في المنتج بتاعي، فده بيبقى افضل. طيب جبت اللي هو الاصدار المبدئي ده او بنيته كتطبيق او موقع او منتج او خدمه ونزلت السوق بيه، طب لقيت ان الموضوع ما فيش قابليه للنمو والتوسع، ما فيش الفكره دي متداخله في حجم سوق او طلب منتج، في المستقبل القريب هيختفي زي مثال الاله الحاسبه زي ما قلنا من شويه، فبالتالي انت مش هتكمل، وهنا مش هتبقى اتكلفت تكلفه كبيره، على عكس انك لو عملت الاصدار المبدئي ده ونزلت جربت بيه هتقدر بسهوله تعدل، بخلاف انك لو عملت المشروع بالكامل من البدايه. اختبار السوق، لما تبدا بالحد الادنى من المنتج وتبدا تبني جزء صغير من المنتج وتنزل بيه السوق تعمل بيه تيست او تجربه، بتختبر بيه السوق، بتقدر تتعلم بسرعه، بتقلل المخاطر، بتبني توقعات ماليه واقعيه وانت بتبني بقى مشروعك، بتحدد اولويات المميزات اللي هتنزل بيها السوق واللي محتاجها العملاء، بتوفر في الفلوس، بتختبر نموذج العمل بتاعك، بتبدا في بناء شبكه علاقات،
بدء التشغيل التجريبي او اللي ستارت اب، اللي هو بدء تشغيل الخالي من الهدر. هي المنهجيه في بناء الحد الادنى من المنتج واختباره بسرعه، هي طريقه اختبار الحد الادنى من المنتج. ده بيخليك تتعلم بسرعه، بتقدر تبني وتقيس وتتعلم، بتطور طريقه الفهم والتعلم من العملاء نفسهم، الابتكار المستمر. طور لو انت تستخدم بقى تكنولوجيا، بتطور البرامج بتقنيه اجايل، اللي هي طريقه تكرار وتكيف وتطوير للماليات. لو كان مشروع قائم على موقع او تطبيق، بحيث انك وانت بتبني المنتج او تقدم الخدمه بتختبرها بكل خطوه صغيره وانت بتبنيها، بدل من محاوله بناء كل شيء في وقت واحد في الاخر تكتشف اخطاء. زي ما قلنا الحد الادنى من المنتج انت بتختبر بيه النقاط اللي اتكلمنا فيها. لازم تكون محوري ومثابر وانت بتعمل التست ده اللي هو اللين الستارت اب، تاخد كويس جدا الملاحظات والنتائج، وسواء كنت بتاخد قرار ومحتاج تغيير اتجاه نموذج العمل بتاعك، ده بيحتاج منك مثابره ومتابعه في نموذج العمل الحالي لحين انك تقدر تعمل تغيير في نموذج العمل. قابليه التوسع، ازاي ابني مشروع فيه قابليه للتعامل مع كميه متزايده من العمل والعملاء، النمو والتكيف مع الطلب والظروف المتغيره، القدره على زياده الايرادات والارباح مع الحفاظ على التكاليف ثابته نسبيا مع نمو الاعمال. التطبيق او الموقع او الجزء التقني يكون بالقدره انه يتعامل مع كميه زياده في الحركه والعرض والطلب عليه، او اداء الخدمه بشكل اكبر والتزايد بدون التقليل من الاداء. طيب نموذج العمل ضروري يكون قابل للتطوير وقادر على دعم النمو، بمعنى ان لو نموذج العمل ده بيعتمد على تدفقات الايرادات المتكرره زي نتفليكس وامازون وسبوتيفاي، ده بيبقى اكثر قابليه للتوسع من النموذج اللي بيعتمد على المبيعات لمره واحده زي ابل وايفون وسامسونج. عندنا نتفليكس بتقدر تبيع الخدمه من خلال الاشتراك شهري وبتقدر تتوسع في دول مختلفه. ده نموذج عمل. طب نموذج العمل الثاني اللي هو بيعتمد على المبيعات لمره واحده زي ابل بتصنع الجهاز الموديل ينزل يتباع خلاص، وسامسونج. التكنولوجيا ضروري انك تكون تكنولوجيا بتخدم المنتج او الخدمه قابله للتطوير وقادره على التعامل مع الطلب المتزايد دون انهيار سواء الجهاز او البرنامج. الفريق مهم جدا ان الفريق يكون قادر على التعامل مع الطلبات المتزايده مع نمو الاعمال. العمليات والانظمه، ان الاداره تكون قابله للتطور، قادره على التعامل مع الطلبات المتزايده بدون تعقيد، وتكون غير فاعله. السوق مهم جدا ان يكون السوق المستهدف كبير وبيساعد على النمو، والشركه عندها خطط للتوسع والنمو. التمويل، لازم يكون في خطه لتامين التمويل لازم للنمو، خطه لتحقيق الربح من النمو ده. اكتساب العملاء، بيكون في استراتيجيه قابله للتطوير وفعاله من حيث التكلفه، يعني في التسويق تحديدا. مخطط نموذج العمل، انا النهارده جت في بالي فكره وعاوز ارسم الفكره دي. هي نموذج العمل ده اداه لتصور الشركه وتنظيمها بطريقه بسيطه من خلال جدول. ده منظر الجدول. عندنا اول حاجه فيه تحديد شرائح العملاء، احنا بنستهدف مين بالظبط، تحديد العلاقه مع العملاء دول، انت هتوصل لهم ازاي وهيشوفوك ازاي، قنوات التوزيع اللي هتقدر توصل لهم الخدمه او المنتج من خلالها بتكتبها في نقط، القيمه اللي انت بتقدمها كميزه تنافسيه، شرح النشاط الرئيسي، يعني مجمل النشاط كده في نقاط بتشرح، الموارد الرئيسيه، انت محتاج ايه علشان تعمل، مين الشركاء الرئيسيين هيبقوا معاك، سواء بقى فريق عمل سواء شركاء سواء موردين. عندنا التكاليف، ده هيتكلف ايه واوجه التكاليف دي، وعندنا مصادر الدخل. فبالتالي في ورقه واحده تقدر او في جدول واحد تقدر ترسم الفكره وتشوف في جدول منها ولا لا، وده المقصود بيه مخطط نموذج العمل. اهم مكونات مخطط نموذج العمل التجاري ايه؟ انك تركز على المشكله، ايه هي المشكله اللي بيواجهها الجمهور المستهدف وانت هتحلها، وايه الحل، البدائل المتوفره ايه حاليا، الملخص التنفيذي للفكره نفسها، القيمه الفرديه المقدمه، الميزه التنافسيه اللي انت هتنزل بيها. شرائح العملاء، بتقدر تعمل تصور لشرائح العملاء علشان تفهم احتياجاتهم وتفهم سلوكهم. المستخدمين الاوائل، ايه الصفات المحدده للمستهلكين الاوائل، اصحاب الصك اللي هيستخدموا المنتج او الخدمه بتاعتك، وايه اللي انت تقدر تميزهم بيه. القنوات، هتوصل للمستخدم او هتوصل الخدمه او المنتج بتاعك للعميل او المستخدم ازاي. مصادر الايرادات، التكاليف، مؤشرات قياس الاداء. فرص التوسع والنمو. طب انا دلوقتي عايز اطور من التوسع والنمو بتاعي، اقدر اعمل ايه؟
بتنوع عروض المنتجات بتاعتك وتضيف خدمه مميزه للمنتج، تتوسع في اسواق جديده وتعمل شراكات وتعاون مع شركات تانية لاضافه ميزه، دخول اسواق جديده، تعمل ابحاث عن الاسواق دي عشان تفهم الاحتياجات والسلوك الشراء، تكيف منتجك، تكون شراكات مع الشركات والمنظمات والافراد المحليين لاكتساب فهم افضل للسوق ده، توفر مكتب ومركز توزيع لخدمه العملاء بشكل افضل في السوق الجديد، تطور المحتوى التسويقي بما يتماشى ويتناسب مع الثقافه واللغه المحليه للمكان الجديد اللي انت هتعمل فيه التوسع، حتى طرق دفع بتشوف ايه الطريقه المناسبه ليهم واللي بيفضلوها، بتشارك بالمنتج او الخدمه في المعارض والمناسبات المحليه. اكتساب الاعمال التكميليه، الاستحواذ، والامثله على الاستحواذ دي عندنا لو شركه برمجه تستحوذ على شركه تصميم لتقديم خدمات متكامله، لو شركه مصنعه تستحوذ على الموزع للتحكم في سلاسل التوريد وضمان التوزيع بكفاءه، عندنا شركه اغذيه ممكن تستحوذ على شركه تغليف لتحسين تغليف المنتج وتوزيع منتجاتها بشكل افضل، وكاله تسويق مثلا تستحوذ على شركه ابحاث عشان تقدم خدمات بحث وتحليل شامل للسوق. الاستثمار في البحث والتطوير ده بيؤدي للابتكار وتحسين الكفاءه وزياده القدره التنافسيه، مصادر جديده للايرادات وجذب المواهب، بيساهم في سهوله الحصول على التمويل، بيحسن من رضا العملاء، وعشان كده بيعتبر الاستثمار في البحث والتطوير فوائد كبيره للشركه وبيدعم نموها ونجاحها على المدى الطويل. بناء الشراكات والتحالف ده ليه مميزات: الوصول لاسواق جديده، تحالف الموارد من تكنولوجيا وافكار محترفين، توفير في التكاليف وزياده القدره التنافسيه، الحد من المخاطر، تحسين الابتكار، زياده في تعزيز سمعه الشركه ومصداقيتها مع العملاء والمستثمرين. التخطيط المالي، وده في كل المجالات لازم يكون عندنا الثقافه الماليه ولازم نعرف يعني ايه تخطيط مالي. لما تعرف تعمل تخطيط مالي كويس بتقدر تعمل تقييم جدوى للفكره او المشروع، انك بتتنبأ بالايرادات والتكاليف المحتمله وتقييم الربح المحتمل. التخطيط للمستقبل من خلال تحديد الاحتياجات للتمويل، دلوقتي انا عاوز اعمل نمو توسع او ابدا اكبر في الشركه او ادخل منتجات جديده او ادخل اسواق جديده، كل ده بيبقى متوقف على التمويل، فانك تقدر تعمل تخطيط سليم للمستقبل ده منتهى الاهميه في التخطيط المالي. انك تقدر تعمل عرض على المستثمرين بصوره واضحه عن الاداء المالي المحتمل للمشروع، بتساعدك على مراقبه الاداء بمقارنه الاداء المالي الحالي الفعلي. يعني لما انا اعمل تخطيط مالي بقدر مستقبلا اقيس على اللي انا كنت بنيه من تخطيط بالاداء الفعلي المالي الفعلي. بتقدر تعمل توقعات باستخدام البيانات الماليه التاريخيه، عمل افتراضات حول الاتجاهات والظروف المستقبليه. يعني التخطيط المالي بيتم عن طريق 3 حاجات: 1 النهج التصاعدي، انك تبدا بطريقه تنبؤ بالبنود الفرديه زي المبيعات والمصروفات والارباح وتقوم بتجميعها لانشاء توقعات ماليه. 2 النهج من اعلى لاسفل، اللي هو انك تبدا بالتنبؤ اتجاهات الاقتصاد الكلي زي نمو الناتج المحلي، زي حجم الصناعه، زي التضخم، وتستخدم التوقعات دي وتنزل لحد النهج التصاعدي، وده بيمثل النهج الجمعي، انك تجمع ما بين الطريقتين. من اهم خطوات التخطيط المالي للمشروعات الناشئه بتحدد اهداف العمل للشركه على المدى القصير والطويل، من ايرادات والحصول على حصه من السوق واطلاق منتجات جديده، اجراء ابحاث السوق بجمع البيانات حول السوق والمنافسه والجمهور المستهدف، توقع مالي الايرادات والنفقات المستقبليه والمخاطر المحتمله، تطوير الميزانيه، مراقبه النمو وتعديل الخطط، إدارة الديون لو المشروع طبعا مختلف، الاستثمار في النمو، حماية الأصول زي حماية الملكية الفكرية، مراجعة الخطط المالية وتعديلها. التخطيط المالي للمشاريع الناشئة معقد لكنه ضروري لنجاح الشركة علشان الخطط المالية الجيدة بتساعد على تخصيص مواردها بفاعلية وتقليل المخاطر وبتحقق الأهداف. إيه المصطلحات المالية اللي ضروري جدا نعيها بشكل جيد ونفهمها؟ على فكرة بالمناسبة هتوقف هنا عند جزئية إن إحنا بنكتسب مهارات كرواد اعمال في مجالات مختلفه، بس يفضل ان يكون معاك حد مختص بالجزئيه دي، بس تكون انت على قدر من الوعي والمهاره انك تقدر تدير ده. معدل الحرق، ايه معدل الحرق في المشاريع والشركات الناشئه؟ هي اجمالي الايرادات خلال فتره محدده ناقص اجمالي المصروفات خلال نفس الفتره. لو الرقم طلع سالب ده بيشير لان الشركه تحترق وبتاخد من احتياطها النقدي. يعني بنجمع اجمالي الايرادات في فتره محدده واجمالي المصروفات خلال نفس الفتره، لو الرقم طلع بالسالب يبقى احنا بنخسر. ده معدل الحق. تكلفه البضاعه المباعه اللي هي باختصار شديد تكلفه انتاج المنتج او تقديم الخدمه، سواء من تكاليف مباشره من مواد وعماله خلال فتره محدده.
هامش الربح الاجمالي، احنا بنشوف الايرادات اللي احنا دخلناها ناقص تكلفه البضاعه المباعه اللي هي قلنا عليها المنتج او الخدمه تكلفتها ايه على الايرادات في 100. ده بيدينا هامش الربح الاجمالي بدون خصم بعض المصروفات الثانيه. ده بيبقى مؤشر للشركه بتقدر تقيس من خلاله في تحقيق ايرادات كويسه ولا لا. صافي بقى هامش الربح، يعني احنا الاول اتكلمنا عن هامش الربح الاجمالي، دلوقتي بنتكلم عن هامش الربح الصافي بقى. هامش الربح بعد المصروفات، بعد الضرائب، بعد كل التكاليف، ايه اللي احنا كسبناه فعلا. هنا بنجيب الايرادات، اجمالي الايرادات ناقص اجمالي المصروفات على الايرادات في 100، فبيدينا صافي هامش الربح. مصاريف التشغيل هي مصاريف متكرره وضروريه للحفاظ على استمراريه العمل، زي الايجار والمرافق والرواتب والتامين والتسويق والاعلان واللوازم والمعدات المكتبيه والخدمات القانونيه والمحاسبين، ولكن لا تشمل مصاريف المتعلقه بانتاج المنتج او السلعه اللي هو عندنا تكلفه البضاعه المباعه. يبقى مصاريف التشغيل بتشمل كل حاجه ما عدا تكلفه المنتج نفسه. التدفق النقدي كاش فلو، التدفق النقدي هو مقياس مالي بيشير الى مقدار النقد اللي بتولده الشركه الناشئه خلال فتره معينه، المدخولات بتاعتها كايرادات، ده اسمه التدفق النقدي. بالمناسبه التدفق النقدي كل ما بتكون عندك كاش فلو اكتر كل ما ده بيدي مرونه للشركه، وكل ما تتنوع قنوات الكاش فلو بتاعتك كل ما اللي هي مصادر الايرادات كل ما بيبقى فيه فرص للنمو والتوسع اكتر. النفقات الراسماليه هي الاموال المستثمره في الاصول طويله الاجل مثل الممتلكات والمعدات والتكنولوجيا، واللي من المتوقع تولد فوائد على مدى فتره زمنيه طويله، عاده بتكون اكثر من عام واحد، ويتم تمويل النفقات الراسماليه عاده عن طريق تمويل الاسهم او تمويل ديون او مستثمرين. عندنا حاجه اسمها الران واي المهرج، هو مقياس مالي يشير الى مقدار الوقت اللي ممكن تستمر فيه الشركه الناشئه في العمل بناء على رصيدها النقدي الحالي ومعدل الحرق الشهري في المصروفات، حيث يشير الى المده التي يجب ان تحقق فيها الشركه الناشئه الربح. يعني انا هفضل اصرف لحد امتى؟ ده المقياس المدرج او الران واي، انا هفضل اقدر اصرف لحد امتى، ولحد امتى ده لازم يكون في استثمار او لازم يكون في ايرادات او دخل. ده بيتم حسابه ازاي؟ لو عندنا 50,000 جنيه رصيد نقدي احنا شغالين بيه، ومعدل الحرق الشهري بتاعنا من المصروفات على المشروع 5000 جنيه، يبقى احنا هنا هنقدر نشتغل 10 شهور. اذا كان المدرج بتاع الشركه الناشئه اقل من 12 شهر، وتحديدا 12 شهر ده بتبقى يعني ايه افتراضي علشان نعمل حسابنا، بتحتاج لحاجتين، يا اما تقلل معدل الحرق في المصروفات، يا اما تجمع تمويل اضافي، او تعمل تسريع لنمو ايرادات الشركه لتجنب نفاذ السيوله. تكلفة اكتساب العميل هو مبلغ المال اللي بتنفقه الشركة على جهود التسويق والمبيعات لاكتساب العميل، وده بيتم حسابه عن طريق ان احنا بنجيب التكلفة الإجمالية للمبيعات والتسويق، احنا صرفنا قد ايه على المبيعات والتسويق، وبنقسمه على عدد العملاء المكتسبين، بيدينا تكلفة اكتساب كل عميل. عندنا 5000 جنيه مصاريف مبيعات وتسويق في الشهر، واكتسبت 100 عميل جديد بناء على ان احنا صرفنا ال 5000 جنيه، فاذا تكلفة كل عميل بتقف علينا 50 جنيه. القيمة الدائمة مقياس يشير الى اجمالي الايرادات اللي ممكن نحققها من عميل واحد طول مده استخدامه للخدمه او شراء المنتج. ده بيتم حسابه ازاي؟ متوسط الايرادات من كل عميل، يعني احنا بعنا كام قطعه لكام عميل او قدمنا كام خدمه لكام عميل، كل عميل كسبنا منه قد ايه، وبنجمع الايرادات دي متوسط الايرادات لكل عميل، يعني العميل ده بنكسب منه قد ايه في متوسط عمر العميل. بنشوف العميل ده قعد قد ايه يستخدم الخدمه بتاعتنا او يدفع الاشتراك او ياخد من عندنا اعلانات او يستخدم الخدمه او يشتري المنتج بتاعنا قد ايه. بنضرب متوسط الايرادات اللي قلنا عليها من كل عميل على حده في متوسط عمر العميل، بنقسمه على القيمه الدايمه. طيب هنضرب مثال، حققت شركه ارباح قدرها 1000 جنيه لكل عميل في السنه، يعني العميل واحد كسبنا منه على مدار السنه على مدار استخدامه او شراء المنتج، استخدام الخدمه او شراء المنتج 1000 جنيه على مدار السنه، فضل ناشط معانا يستخدم المنتج او الخدمه دي لخمس سنين، القيمه الدائمه تكون لكل عميل هنا 5000 جنيه. في حال ان كانت القيمه الدائمه اعلى من تكلفه اكتساب العميل نفسه، بتكون الشركه هنا واثقه من جهود التسويق والمبيعات بتاعتها انها مربحه. يعني لو احنا ال 5000 جنيه اللي بندخلهم من كل عميل دول اعلى من تكلفه اكتساب العميل، بنكون جهود التسويق عندنا ناجحه ومربحه. معدل التغير هو عكس القيمه الدائمه. معدل التغير هو قياس يشير الى بالنسبه لنوعيه العملاء الذين يتوقفون عن استخدام منتج او خدمه خلال فتره زمنيه. يعني لو عندنا 1000 عميل في الشهر في بدايه الشهر و50 عميل متضارب يعني متذبذب ما بيشتريش، او فيكون معدل التغيير عندنا 1000 على 50 هيساوي 5%.
10%. دي النسبه اللي احنا بنفقدها او بتسمى معدل التغييب او الشارن ريت، مؤشر لتحسين الاحتفاظ بالعملاء وجوده المنتج او الخدمه وتقديم دعم افضل. يعني انا لو ريت ال 5% دول دول 1000 عميل، 50 عميل بنفقدهم يعني 5%. طب لو النسبه دي بدات تزيد لازم ابقى فاهم ايه الخلل عندي في الجوده او المنتج او في خدمه العملاء. المصاريف المتغيره، تكاليف ليست ثابته ويمكن ان تتغير بناء على حجم النشاط في العمل، ممكن تؤثر بشكل مباشر على الربحيه زي تكلفه البضاعه المباعه وعمولات المبيعات، نفقات التسويق والاعلان، تكاليف الشحن ورسوم معالجه المدفوعات. من الضروري الانتباه لها حتى لا تؤثر على الارض. يعني احنا في مصاريف بتطلع مننا جانبيه بتسمى مصاريف متغيره او مصاريف اساسيه زي التسويق والمبيعات، بس دي بتبقى متوقفه على حجم النشاط نفسه. لازم نكون منتبهين كويس جدا للمصاريف المتغيره دي لانها ممكن تاثر معانا على الارض. المصاريف الثابته، عندنا تكاليف ثابته بغض النظر عن مستوى الانتاج او المبيعات للشركه الناشئه وضروريه لاداره الاعمال ويجب دفعها بانتظام حتى لو كان العمل لا يدر ايرادات زي الايجارات والرواتب والمرافق. برضه دي لازم ننتبه لها عشان ممكن تاثر عليها. بيان الربح والخساره هو بيان مالي يلخص ايرادات ومصروفات وصافي داخل الشركه الناشئه خلال فتره زمنيه محدده، ويوفر لمحه سريعه عن تقييم الاداء المالي للشركه الناشئه، ويساعد اصحاب الاعمال والمستثمرين على فهم مقدار الاموال التي تكتسبها الشركه. ده بيتم حسابه ازاي؟ بيبقى اجمالي الايرادات بتاعت الشركه الفتره ناقص تكلفه البضاعه المباعه ناقص مصاريف التشغيل ناقص الضرائب. يعني احنا بنجيب الاجمالي بتاع الايرادات لفتره محدده، بنعمل نطرح منه تكلفه البضاعه المباعه، تكلفه الانتاج للبضاعه دي ناقص مصاريف التشغيل ناقص الضرائب، فبيدينا صافي ربح او خساره. نقطه التعادل هنا بيكون مستوى المبيعات والايرادات بتكون فيها الشركه قادره على تغطيه جميع نفقاتها وتحقيق دخل صافي قدره الصفر، وبيعتبر مقياس مهم جدا يجب ان تفهمه الشركه لانه بيمثل الحد الادنى من مستوى المبيعات اللازم لتشغيل الاعمال دون تكبد خساره. وده بيتم حسابه عن طريق ان احنا بنشوف مجموع التكاليف الثابته على سعر بيع الوحده الواحده. يعني احنا بنبيع الوحده دي بكام او بنقدم الخدمه دي بكام الوحده، مجموع التكاليف الثابته على سعر البيع للوحده الواحده ناقص التكاليف المتغيره اللي احنا قلنا عليها زي التسويق زي المبيعات زي الحاجات دي اللي ذكرناها في التكاليف المتغيره. ده بيدينا حاجه اسمها نقطه التعادل اللي هو بيخلينا نقدر نفهم الشركه برضه بتكسب ولا بتخسر. اجمالي الايرادات ده بنحدد سعر بيع الوحده او الخدمه الواحده في عدد الوحدات المباعه او الخدمه، بيدينا اجمالي الايرادات. راس المال العام ده بيمثل مقدار المال المتاح للشركه لتمويل عملياتها اليوميه ومقياس لتقييم الصحه الماليه للشركه الناشئه والجدار الائتمانيه بتاعتها. يعني من الاخر كده راس مال الشركه كله التوتال كام. الذمم الدائنه، الشركه دي عليها فلوس، يعني لازم تكون عارف كويس جدا الديون بتاعتك سواء لمورد مقابل سلعه او خدمه مشتراه بالدين. الذمم المدينه وده بتحطه في الاعتبار في راس مال الشركه زي المبلغ المالي الذي تدين به الشركات الناشئه لعملائها. يعني انا دلوقتي ببيع خدمه او منتج بالتقسيط وبحصل فيما بعد، ده بحط هو واحد من الاصول في الميزانيه العموميه لبدء التشغيل الذي يمثل مقدار من المال متوقع استلامه من قبل العملاء، بضيفه للايرادات بتاعت الشركه. استراتيجيه الخروج، دايما لما تيجي تبدا مشروع وتحديدا شركه ناشئه وبالاخص في مجال التكنولوجيا لازم تكون فاهم كويس جدا انك هتبدا، بس عينك على استراتيجيه الخروج. انت بالظبط تدخل مرحله ثانيه او تبدا بزنس ثاني توسع وتكبر البيزنس بتاعك ده بس عن طريق انك هتقلل اللي بتمتلكه في الشركه دي. عندنا اول طريقه لطرح الاعمال العام الاولي هو طرح الشركه للاسهم للجمهور في البورصه. عندنا الاندماج والاستحواذ. يعني ايه؟ الاندماج او الاستحواذ احنا بنبيع الشركه لشركه اخرى، ده بيسمح للمالكين او المستثمرين بتلقي النقد. يعني احنا كشركه ناشئه بناخد فلوس والاسهم في الشركه المستحوذه مقابل حصتها. فريق من الاداره بيستحوذ على باقي الحصص من باقي الفريق الثاني. عندنا الشراء السنوي ان تكون الشركه بالفعل مسجله في البورصه وتستحوذ على الشركه دي. ده بيوفر لمؤسس شركه الاستثمار اللي هي مسجله بالفعل من الاول في البورصه الخاصه فرصه انها تضيف لسجل استثماراتها وتقوي من اسمها وادائها، وبيوفر للشركه الناشئه سيوله. التصفيه هو بيع اموال الشركه وتوزيع حصيله البيع على المستثمرين او الملاك. الخلافه العائليه
عندنا علشان نقدر نعرض على فينشر كابيتال او مستثمر لازم تكون محضر باتش ديك او عرض تقديمي، اللي هو في الغالب مرآة للشركه، وفي الغالب بيتجهز للعرض على المستثمر والشركاء. لو انت في استثمارات من شركاء لازم دايما تكون محدث بيانات العرض التقديمي بتاعك. ده بيحتوي على ايه؟ شهادة الغلاف اللي بتتضمن اسم الشركه والشعار، المشكله والحل اللي قائم عليها الشركه، عرض القيمه اللي بتقدمها الشركه، السوق والصناعه، تحليل السوق، المنتج او الخدمه اللي بتقدمه وصف تفصيلي ليها، الميزه التنافسيه اللي بتقدمها على المنافسين، نموذج العمل اللي هو الايرادات اللي هتدخلها ازاي، التوقعات الماليه، فريق العمل مين، نبذه عن البر او تراكشن اللي هو الدليل والامثله على تحقيق انجاز وتقدم في البيزنس اللي انت بداته، دعوه لاتخاذ قرار انك عاوز استثمار مثلا بقيمه 10 قروش هتصرفهم على نسبه 7 قروش في التسويق و4 قروش في التطوير البرمجي. لازم تكون محدد كول تو اكشن، لازم تكون محدد في اتخاذ اجراء وفي دعوتك لاتخاذ اجراء. طرق التواصل في النهايه خالص بتحط طريقه التواصل معاك. انا دلوقتي بدات اخطط وبدات في البيزنس بتاعي، لازم اكون عندي وعي شويه ايه القوانين المنظمه عندنا هنا في مصر واجراءات التاسيسي للشركات. عندنا انواع زي المنشات الفرديه، شركات الافراد، شركات الاموال، وده وفقا لاحكام القانون 72 لسنه 2017 او القانون رقم 159 لسنه 1981. اول حاجه المنشاه الفرديه بينشاها فرد بيتملكها فرد، بيكون مسؤول من ناحيه اخرى عن كافه التزاماتها وديونها، ومسؤوليه الشركه او المنشاه دي بتقع او ممتده لامواله الشخصيه، وهي بتعتبر ليست شركه، لان الشراكه بتفترض انها يكون في وجود شريك او اكتر. عندنا بقى انواع الشركات، يعني احنا قلنا المنشاه الفرديه، وعندنا بقى التاسيس للشركات. عندنا شركات اشخاص وعندنا شركات اموال. شركات الاشخاص في منهم 3 انواع: التوصيه البسيطه، التضامن، المحصه. عندنا شركات الاموال، توصيه بالاسهم، مسؤوليه محدوده، شركه مساهمه. شركات الافراد هي شركه بيملكها ويديرها شخص واحد او عده افراد، واللي بتمتد المسؤوليه الشخصيه الكامله لاعمال الشركه والديون المتعلقه بيها. لو في حال ان في خسائر ماليه او دعاوى قضائيه بتمتد المسؤوليه لممتلكاتهم الخاصه. وعاده بتكون شركات الافراد محدوده الحجم وتعمل في مجالات تجاريه صغيره. عندنا شركات الافراد زي ما ذكرنا قبل كده، شركه التضامن، توصيات بسيطه، شركه المحصه. شركه التضامن شركه بيعقدها 2 او اكثر ويطلق عليهم شركاء متضامنين للقيام باعمال تجاريه، وبتكون مسؤوليه الشراكه فيها مسؤوليه غير محدوده، بيكونوا مسؤولين مسؤوليه شخصيه وتضامنيه عن ديون الشركه. فلو الشركه فشلت في سداد ديونها بيرجع الدائن على الاموال الشخصيه للشركاء. دي شركات التضامن. شركات التوصيه البسيطه هي بيبقى فيها شركاء متضامنين لكن بتقدر تدخل شركاء موصون. الشريك الموصي ده اللي هو بيبقى مسؤول عن ديون الشركه في حدود الحصه بتاعته، انما الشريك المتضامن بيبقى امتداد المسؤوليه في حال خساره الشركه لامواله الشخصيه. انما الشريك الموصي ده لا يتم الرجوع على اموالهم الخاصه لسداد ديون الشركه، ولا يكتسبون صفه التاجر، ولا يشتركون في اعمال الاداره الخارجيه للشركه. وتتميز هذه الشركه بانها تقوم على الثقه المتبادله ما بين الشركاء، ويمكن لبعض الاشخاص الممنوعين من التجاره كموظفين الحكومه من استثمار اموالهم كشركاء موصون. الشركات المخصصه هي الشركه في تكوينها قايمه على الخفاء والاستتار، فلا يعلم وجودها من الناحيه القانونيه غير الشركاء، زي عقد العرفي كده. شركات الاموال ده النوع الثاني، يعني احنا اتكلمنا في ال3 انواع بتوع الشركات: الافراد، التضامن، والتوصيه البسيطه. عندنا بقى شركات الاموال. شركات الاموال دي شركات تاسست بموجب اتفاق ما بين مساهمين يسمح القانون لهم بالمساهمه في راس المال بشكل مشترك ومتساوي، وبالتالي تتحمل الشركه المسؤوليه القانونيه والماليه عن اعمالها وليس المساهم اللي هم الافراد. وتمثل الفائده الرئيسيه لهذا النوع من الشركات انها بتوفر للمساهمين حمايه قانونيه لاموالهم الشخصيه، حيث بيكون المساهمين غير مسؤولين عن ديون الشركه الا بما يعادل مساهمتهم في راس المال. يعني لو الشركه دي دفعت فيها 10 قروش، الشركه دي خسرت، بتبقى المسؤوليه على قدر ال 10 قروش داخل الشركه، مش ممتده لاموالك الشخصيه. زي شركات التمويل والتامين والاستثمار. عندنا انواع اموال شركات الاموال: المساهمه، التوصيه البسيطه، ذات المسؤوليه المحدوده. اولا شركات المساهمه هي اكبر انواع شركات الاموال، وبينقسم راس مالها الى اسهم متساويه القيمه لكل شريك مساهم، عدد اسهم معينه حيث نصيبه في راس المال.
ولا يسأل المساهم عن ديون الشركة إلا في حدود نصيبه من الأسهم. وتتميز الشركات المساهمة بكبر رأس المال مما يطمئن جميع أنواع المستثمرين، وكذلك تمكنها من القيام بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وأيضا قابلية الأسهم للبيع والشراء بسهولة. والجدير بالذكر أن الحد الأدنى لرأس مال الشركات المساهمة هو 250,000 جنيه، بيتم سداد 10% منها بحد أدنى 25,000 جنيه عند بداية التأسيس، مع الالتزام بسداد 15% أخرى خلال 3 أشهر من التأسيس. شركات التوصية بالأسهم. تتكون شركات التوصية بالأسهم من فئتين من الشركاء. احنا شرحنا قبل كده المتضامنين اللي لا يقل عددهم عن 2. في نوع الشركات التوصية بالأسهم دي بيبقى الشركاء المتضامنين لا يقل عددهم عن 2، وتعتبر أموالهم الخاصة ضامنة لديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها، وحصصهم غير قابلة للبيع، وهم فقط المسؤولين عن إدارة الشركة. عندنا في التوصية بالأسهم دي شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن 3، ويسأل كل شريك منهم بمقدار ما يمتلكه من أسهم عن ديون الشركة والتزاماتها، ولا تعتبر أموالهم الشخصية ضامنة لديون الشركة، ولا يجوز لهم التدخل في إدارة الشركة. التوصية البسيطة أعتقد يعني إن هو المفضل بناء الشركات الناشئه في مجال التكنولوجيا تحديدا هي الشركات ذات المسؤوليه البحته من شركات الاموال. دي بتكون ما بين شريكين او اكثر مسؤولين عن ديون الشركه بقدر حصصهم في راس المال، وغير مسؤولين عن ديون الشركه ولا يتم الرجوع عليهم على اموالهم الشخصيه، ولا تكون ضامنه لديون الشركه الا في حدود راس المال الشركه. وهذا النوع يلجا اليه معظم رواد الاعمال نظرا لان مسؤوليه الشراكه محدوده كما ذكرنا، وكذلك لعدم وجود حد ادنى لراس المال المطلوب للتاسيس. زي ما قلنا كده في نوع الشركات المساهمه بيحتاج 250,000 جنيه، انما هنا في الشركه ذات مسؤوليه محدوده مفيش حد ادنى في راس المال نظرا مكان للتاسيس في مكان واحد وهو هيئه الاستثمار. انا دلوقتي قررت اعمل مشروع، ايه القنوات اللي ممكن احصل منها على استثمارات من خلال مستثمرين فينشر كابيتال في المشروع بتاعي؟ عندنا اول نوع الاستثمار الملاك. المستثمر الملاك هو شخص صاحب ثروه بيستثمر في الشركات الناشئه اللي ليها امكانيات نمو عاليه وليها قابليه للتوسع والنمو وتوليد عائد مرتفع والقدره على الوصول الى قيمه سوقيه كبيره. راس المال الاستثماري المغامر الفينشر كابيتالز. شركات من نوع الاسهم الخاصه تستثمر في الشركات الناشئه في المراحل المبكره وبتوفر مبالغ كبيره من راس المال للشركات الناشئه مقابل حصص والحصول على مقعد في مجلس الاداره، وبيبقى الهدف الرئيسي المالي الاستثماري المغامر هو توليد عائد مرتفع على الاستثمار من خلال البيع النهائي للشركه او الاكتتاب العام زي ما قلنا في الاكزت، في استراتيجيات الاكزت بتاعتك وانت بتخطط، على عكس المستثمرين الملك. لان الشركات راس المال الاستثماري محترفه في جمع راس المال من المستثمرين المؤسسين والافراد ورجال الاعمال. عندنا في مصر امثله للفينشر كابيتالز الموجوده فلات 6 لاب، اي يو سي فينشر لاب، اندفيو 500 ستارت ابس. أو في برضه طريقة تانية التمويل الجماعي، دي وسيلة لجمع الأموال لمشروع المساهمة من عدد كبير من الأشخاص بالواقع أو من خلال الإنترنت. بيتلقى المساهمون عادة مكافآت أو حصص في المشروع مقابل دعمه. المنح والحوافز الحكومية، عندنا تيك حاضنة الأعمال الحكومية دي تابعة لوزارة الاتصالات. الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع الشركات الأخرى، يعني أنت ممكن تدخل في صفقة مع شركة أكبر توفر لك سيولة وتبقى أنت الشراكة والتعاون ده بتوفر لك السيولة اللي أنت محتاجها للتسويق والمبيعات والتطوير والتوسع. الاكتتاب العام زي ما قلنا الطرح في البورصه، القروض المصرفيه وتمويل الديون، ودي انا بنصح نصيحه شخصيه لان ما شفتش حد بدا مشروعه او استكمل مشروعه او عمل نمو توسع مشروعه عن طريق القروض وتمويل الديون ونجح. مراحل الاستثمار المالي للشركات الناشئه ومتطلبات كل مرحله. احنا قلنا مصادر التمويل ممكن تيجي ازاي، وقلنا انها ممكن تيجي عن طريق مستثمر او من شركه فينشر كابيتال راس مال استثماري مهم. ايه بقى المراحل بتاعه الاستثمار المالي للشركات الناشئه ومتطلبات كل مرحله؟ عندنا البري سيد ما قبل التأسيس أو بيطلق عليها البذرة، دي بتبقى مرحلة صناعة الأفكار ودراسة الجدوى بالإضافة لخطة العمل والبدء بالعمل عليها مقابل مبلغ مادي صغير، والمستثمر بيبقى منتظر منك في المرحلة دي الفكرة، دراسة الجدوى، خطة العمل. تاني مرحلة عندنا السيد فاوندنج اللي هو التمويل التأسيسي. في المرحلة دي بيكون المبلغ المالي البدء العمل في تطوير وخلق منتجات المشروع بهدف الوصول إلى مرحلة الاستقرار على نموذج العمل أو البدء في تحقيق مبيعات. وبيتوقع منك المستثمر دعم المنتج الاولي اللي هو الام في بي اللي هو الحد الادنى من المنتج، دراسه كامله للسوق، بناء المنتج النهائي، بناء فريق العمل. سيريس ايه، جوله ايه،
مرحله جوده الاستثمار الاولي. في هذه المرحله بيبحث رائد الاعمال رائد المشروع عن استثمار اعلى لكي يتمكن من التوسع والنمو للمشروع. بيتوقع المستثمر منك في المرحله دي خطه توسع والنمو وارباح تشغيليه. سيريز بي جوله الاستثمار الثانيه. في المرحله دي بيعمل رائد الاعمال من خلال الاستثمار في الابحاث وتحليل السوق التقنيه لجلب مستثمرين وتمويل بيساعدوا في تحقيق اهدافه. المستثمر بقى بيبقى متوقع منك زياده في الارباح التشغيليه، خلق منتجات جديده من خلال التطوير، ودخول وتوسع والنمو في اسواق جديده. سيريز سي جولة الاستثمار الثالثة. في المرحلة دي بيكون هدف رائد الأعمال امتلاك حصة سوقية أكبر والاستحواذ على المنافس في السوق أو التوسع بالمشروع. المستثمر بيبقى متوقع منك خطة التوسع، خلق منتجات جديدة، أسواق جديدة، زيادة في الأرباح. في من بعض الجولات اللي قلنا عليها زي سيريز اي، سيريز بي، سيريز سي ممكن تتكرر حسب احتياج المشروع. في مؤخرا وكانت ناجحة عندنا شركة زي فوري في مصر، الطرح العام الأولي اللي هو الدخول للبورصة. ايه اهم الخطوات لبناء شركات ناشئه؟ ادرس السوق اللي انت بتستهدفه كويس جدا عشان تتحقق من صحه فكرتك. بتحدد العميل والقيمه والمميزات اللي هتقدمها. بتبني خطه عمل مدروسه. بتوفر التمويل وتديره بشكل احترافي. ابدا بتجارب صغيره عشان تفهم السوق. تابع المنتج او الخدمه اللي هتقدمها وتشوف رد الفعل. طور من استراتيجياتك دايما. جمع ملاحظاتك من العملاء. كون فريق عمل محترف. طور ونوع من مصادر الايرادات في فكرتك. اهتم ببناء وتطوير العمل نفسه. راقب وتابع مقاييس الاداء الرئيسيه. خليك دايما على درايه بتغيرات وتوجه السوق. اشتغل على انك تبني علامه تجاريه وسمعه قويه. ظبط علاقات قويه جدا مع العملاء من خلال بقى خدمه العملاء او جوده المنتج. التحسين والتطوير المستمر. ابحث دايما عن مصادر تمويل عشان يبقى في قدره للنمو والتوسع السريع. اهتم بتجهيز واداره تخطيط الاجراءات القانونيه جدا. قيم معدل استراتيجيتك في العمل بشكل مستمر مع متغيرات السوق علشان تحقق النجاح على المدى الطويل. اهم النصائح لرياده الاعمال او لرائد الاعمال عندنا في النجاح. السهم بتاعه بتبدا من هنا، بتمر كل الحاجات دي. مفيش نجاح او انطلاق سهل كده. اول حاجه حط خطه عمل واضحه ومحدده في الاهداف والاستراتيجيات والتوقعات الماليه. اعمل بحث شامل عن السوق. كون شبكه علاقات وخبره في المجال اللي انت فيه. خليك مرن وعندك قابليه للتكيف. لازم تكون منظم كويس جدا ومنضبط ومثابر. بتركز على العميل ودايما بتثقف نفسك باستمرار. ولازم تكون في وسط فريق عمل متميز وتكون فريق عمل متميز شغال دايما. حط خطط لزياده راس المال. أنا بشكركم وأتمنى أكون قدمت ملخص عن ريادة الأعمال يدعم ويساهم في رواج الأفكار مواجهة الواقع الاقتصادي اللي العالم بيمر بيه الفترة دي. شكرا.